فكرت إن العناية بالأسنان مش بس قبل النوم، في 5 حاجات بسيطة بعد كل وجبة هتحافظ على أسنانك قوية وصحية، وده حتى لو أنت مشغول طول اليوم. صلي على النبي ويلا بينا. أول حاجة شرب المية بعد الأكل. المية بتصل بقايا الأكل والسكريات قبل ما البكتيريا تبدأ تهاجم المينا، عشان كده خلي كوباية مية بعد كل وجبة عادة عندك عشان تحافظ على أسنانك أطول فترة ممكنة. تاني حاجة انظر لبان لكن خالي من السكر. اللبان بيحفز افراز اللعاب طبيعي، واللعاب هو اللي بينظف الاسنان وبيحمي الاسنان من الاحماض، عشان كده اللبان بعد الاكل مهم جدا. تالت حاجه انك تستنى شويه قبل ما تنظف اسنانك. لو الاكل فيه احماض بنسبه عاليه غسيلك لاسنانك بعد الاكل على طول ممكن يضعف المينا، عشان كده استنى من 20 ل 30 دقيقه بعد كل وجبه عشان تغسل اسنانك. رابع حاجه كل فواكه وخضار مقرمش. الاكلات المقرمشه زي التفاح والجزر بتنظف الاسنان طبيعي، بتقلل من الالتهابات وبتقلل من البلاك وبتنظف اللثه، عشان كده خلي الفواكه والخضار المقرمشه جزء من روتينك اليومي. خامس حاجه المضمضه بزيت جوز الهند او بغسول خالي من الكحول. المضمضه بتقلل البكتيريا وبتمنع التهابات اللثه وبتدي نفس منعش بعد الاكل. دقيقتين او دقيقه بعد كل وجبه كفايه قوي عشان تحمي اسنانك. في النهايه الخمس خطوات الصغيرين دول لو اتبعتهم بعد كل وجبه اسنانك هتفضل قويه وصحيه لاطول فتره ممكنه. في النهايه متنساش اللايك والسبسكرايب، وسلام.